أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. بنكمل في درس قارات العالم. باخد النهاردة الموقع الفلكي والجغرافي لقارة أمريكا الشمالية، ودي قارة من قارات العالم الجديد، لأن خلصنا قارات العالم القديم وهي كانت آسيا وأفريقيا وأوروبا. النهاردة بناخد قارة أمريكا الشمالية، بتقع بين خطي طول من 10 إلى 168 غربا، ودائرتي عرض 7.5 شمالا إلى 83 شمال. إذا هي بتقع في نصف الكرة الشمالي وفي نصف الكرة الغربي. أما تعالوا بقى هنشوف دلوقتي على الخريطة الموقع الجغرافي لقارة أمريكا الشمالية. شمالا المحيط القطبي الشمالي، شرقا المحيط الأطلنطي، غربا المحيط الهادي، الحد الجنوبي الشرقي، خليج المكسيك والبحر الكاريبي. كده هنشوفها تاني مرة تانية: شمالا المحيط القطبي الشمالي، شرقا المحيط الأطلنطي، غربا المحيط الهادي، الجنوب الشرقي خليج المكسيك والبحر الكاريبي. وكده درس بتاعنا بتاع قارة أمريكا الشمالية، الموقع الفلكي والموقع الجغرافي يكون انتهى، وشكرا لكم.